تحية لكم جميعا فين ما كنتوا، ومرحبا بكم في فيديو جديد. القصة ديال اليوم وقعوا الأحداث ديالها في ولاية نيو جيرسي الأمريكية سنة 2004. في هذه الولاية كانت كتسكن واحد البنت مع الأب ديالها هي أخوتها. هاد البنت سميتها بريتني من مواليد سنة 1988. كبرات عند باها بحكم أن الأم ديالها من بعد ما انفصلت مع الأب ديالها مشات تعيش حياتها، ولكن واخا هكاك بقات علاقتها بالأم ديالها زوينة. كانت كتزورها ديما وكتصل بها، وكانت علاقتهم قوية رغم البعد. وكانت كتشوف حتى خوتها بريتني كانت هي الصغيرة في الخواتات ديالها، وكانت قراية بزاف، وكانت متخلقة ظريفة بزاف وعزيزة على جميع الأساتذة اللي كيقريوها. ما كانتش من داك النوع ديال البنات اللي عزيز عليهم كثرة الدوران والخروج. هي من النوع اللي عزيز عليهم يرجعوا من المدرسة ويحفظوا، يتفرجوا شوية في التلفازة ويمشيو ينعسوا باش يعاودوا يفيقوا بكري ويمشيو تاني يقراو. يعني هذا هو الروتين ديالها اليومي. ما كانش نهائيا كتضيع الوقت ديالها. في سنة 2004 وبالضبط في شهر أبريل احتفلت بريتني بعيد ميلادها 16. في هذا الوقت كانت كملت عامين مع الصديق ديالها او البوي فريند ديالها كما كيسميوه. كانت على علاقة به مدة عامين، كانوا كيبغيو بعضياتهم بزاف وناويين يكملوا مع بعضياتهم ويتزوجوا ملي يكملوا الدراسة ديالهم ويخدموا. هذا الشاب كان سميتو جون، وكان انسان ظريف وخلوق بحال بريتني، يعني طاح الحك وصبغطه كما تيقولوا. حتى العائلة ديال بريتني كان عزيز عليهم بزاف هاد جون، وكانوا فرحانين بارتباطه ببنتهم لأنها كانت كتبان ليهم سعيدة ومرتاحة معه، وما كانوش بيناتهم المشاكل نهائيا، كانوا متفاهمين بزاف. واحد النهار كانت بريتني غادا عند صديقها جون، وكان ضروري شي حد يوصلها حيت بعيدة الدار ديالو. اتصلت بالأم ديالها، قالت ليها باللي محتاجها توصلها، ولكن الأم ديالها قالت ليها أنها بعيدة على الدار في ذاك الوقت ومشغولة. قالت ليها صبري غير شي ساعة وتجي اختك بريانا باش توصلك فين ما بغيتي. قالت ليها بريتني واخا، وقطعت التليفون. الام ديالها ما كانش في خبارها باللي هادي غتكون اخر مكالمه بينها وبين بريتني. دازت ساعه واتصلت اختها بريتني باش تعلمها انها قريبه توصل لعندها، ولكن بريتني ما كانتش كتجاوب نهائيا. ملي ما جاوباتش كان صحاب البريانه باللي غادي تكون وصلت للدار ديال الصديق ديالها. عليها صافي ما مشاتش توصلها، بقات مع امها وباتت معاها، ولا غد ليه مشات لدار باها باش تطمئن على بريتني، لكن للاسف ما لقاتهاش تماك. اختفت كليا بحال الا انشقات الارض وابتلعتها. اللي لفت الانتباه ديال الاخت ديالها هو ان الاوراق وجميع الاشياء ديال بريتني كانوا في بيتها، يعني داكشي اللي كيحتاجوه البنات الا غادي يخرجوا، الصاك والتليفون والاوراق، داكشي كامل كان في بيتها. بحال الا جاتها شي حاجه طارئه وخرجت وخلات كل شيء. هاد الشيء خلى بريانا مشوشه عليها بزاف، حيت ما يمكنش بريتني تخرج وتخلي التليفون ديالها. هاد الشيء راه كان من سبع المستحيلات. كانت دائما هزه التليفون. اتصلت الاخت ديالها بالصديق ديالها جون على امل تلقاها تماك. قال ليها ما شافهاش من البارح، غير هضروا في التليفون. عاودت اتصلت الاخت ديالها بجميع الاصدقاء ديال بريتني، ولكن حتى واحد ما شافها، واتحد ما عنده عليها حتى شي خبر. مشات لمركز الشرطه، بلغات على اختفائها، ولكن ما تسوقوش ليها. قالوا ليها تقدر تكون مثلا هربت مع شي صديق ديالها، او تقدر تكون عند شي صاحبتها. قالت لهم بريانا باللي حتى شي حد من الاصدقاء ديالها ما عنده عليها خبر، وباللي كاع الناس اللي كيعرفوهم سولاتهم وما كايناش معاهم بريتني ولا حتى شافوا هذاك النهار. هنا قرروا الشرطه يتدخلوا في الموضوع اخيرا ويبداو البحث على بريتني. مشاو لدار باها اولا فين ساكنه، ما لقاو حتى شي حاجه اللي تعاونهم باش يلقاوها. لقاو غير الاغراض ديالها الشخصيه والهاتف ديالها. هذا الشيء خلى الشرطه يشكوا انه فعلا غتكون طرات شي حاجه لبريتني، لانه من الغريب يختفي الانسان بدون ما يدي معاه حتى الهاتف ديالو اللي هو اساسي، وبدون ما يعلم مالين الدار، الا في حاله الا خطفوا شي حد او طرات ليه شي حاجه خايبه.
خاصة أن بريتني ما كانتش مخاصمة مع حتى شي حد، لا مع الأب ديالها ولا مع الأم ديالها، كانت عادية معهم. يعني من الغريب أنها تمشي بلا ما تقول لهم حتى شي حاجة. المهم الشرطة استجوبوا الجيران، ولكن حتى واحد ما عنده معلومات على بريتني. وبحال كاع القضايا ديال الاختفاء، أول واحد كيشتبهوا فيه الشرطة هو أقرب شخص للمختفي أو المختفية. اعتبروا الشرطة جون هو المشتبه به الأول في اختفاء بريتني. مشاو جابوه لمركز الشرطة وبداو كيستجوبوا فيه. قال لهم باللي انفصل على بريتني هاد الأيام بسبب سوء تفاهم كان بيناتهم. هاد الشي ما كان حتى شي حد عارفه في العائلة ديال بريتني. قال باللي اعتذرت ليه لأنها ما قدرتش تنفصل عليه، حيت حسات أنها باقا كتبغيه، وقررت أنها ترجع ليه ويرجعوا علاقتهم كيف الأول أو أحسن. داروا ليه المحققين اختبار كشف الكذب ونجح فيه. كان باين من الأقوال ديالو أنه مفرسو ما يتعود، وأنه إنسان صادق في هضرته. قال للشرطة باللي بريتني كانت كتجي لعنده بالتخبية بعض المرات في الليل، وكتدوز من واحد الطريق في الغابة. يعني يقدر يكون شي حد خطفها تماك وهي غاده لعنده نهار الحد اللي اختفت فيه. هذا الشيء وارد. مشاو الشرطة كيقلبوا في الغابة ما لقاو والو. جات لعندهم واحد الشاهدة قالت لهم باللي نهار الحد شافت واحد الشاحنة في النواحي ديال الغابة. قالت لهم باللي عقلت حتى على الرقم ديالها. عطات لهم داك الرقم. قلبوا الشرطة على مول الشاحنة لقاوه، وهذا الشخص كان سميتو أنطوني وكان شاب في عمره 23 عام. قلبوا على المعلومات عليه واكتشفوا أنه كان صديق أخت بريتني المتوسطة اللي سميتها بوبي جو. ملي حققوا مع بوبي اعترفت بأشياء صادمة. قالت باللي انفصلت عليه هذه مدة، وباللي مهووس بزاف بختها بريتني. جابوه الشرطة وحققوا معاه، ونكر أن عنده علاقة باختفاء بريتني. وخا لحد الآن الشرطة ما خلاو من جهدهم باش يلقاو بريتني أو يلقاو الجثة ديالها على الأقل، في حالة ما إلى صفاها لها شي حد، لأنه ما يمكنش تختفي بهذه الطريقة إلا إلى وقعت لها شي حاجة خايبة. لحد الآن رغم الجهود ديالهم المتواصلة باقي ما وصلوا حتى شي نتيجة. رجعوا تاني لدار الأب ديال بريتني، قلبوها تاني بالضبط في البيت ديالها، وهاد المرة غيلقاو حاجة مهمة اللي هي دفتر المذكرات ديالها. كانت كاتبة فيه أنها عايشة في عائلة مشتتة. كتبت كذلك أن أمها كتستعمل الممنوعات، وكتبت أن الأخ ديالها في الحبس. داكشي علاش اضطرت أنها تسكن مع باها وصديقته، لأن باها كانت ساكنة معاه الصديقة ديالو. هاد صديقته ملي حققوا معاها الشرطة تصدموا. اعترفت بشي حوايج، اش غنقول، شي حوايج في شكل. اعترفت أنها كدير خدمات تدليك للرجال كيجيو عندها للدار، وكدير معهم كذلك علاقات محرمة بمقابل مادي. يعني هذيك الدار أصلا ما كانتش مناسبة أن بريتني تسكن فيها، لأن كانت كترى فيها شي حوايج اللي أصلا غير مناسبة واللي أصلا مخلة بالحياة. الشرطة من بعد التحقيقات والأبحاث المطولة استطاعوا يلقيوا القبض على مشتبه به آخر في هذه القضية. والصدمة كانت قوية، لأن هذا السيد كان صديق الأم ديال بريتني، وكان في عمره 38 عام وسميتو جاك مولر. هذا السيد كان عنده سوابق بزاف وعنده مشاكل مع القانون، يعني كان عنده سجل عند الشرطة. مشاو الشرطة قلبوا على أقرب صديق ليه، استجوبوه. قال باللي لاحظ أن الصديق ديالو نظف السيارة ديالو بشكل غريب، يعني بحال إلا كان كيحاول يخبي شي حاجة. ملي مشاو الشرطة لافاج فين نظف السيارة ديالو، قالوا دوك الناس اللي خدامين تماك باللي كانت عامرة بالدم. عاودوا الشرطة فتشوها، لقاو فيها شي بقع ديال الدم اللي كانوا باقيين فيها وما تحيدوش من بعد ما تنظفات. ومن بعد ما داروا تحليل DNA لقاو باللي داك الدم ديال بريتني. اعتقلوا جاك واعترف انه فعلا صفاها ليها. قال باللي طلبت منه يوصلها لعند صديقها، وفي الطريق تخاصمات معاه، بدات كتغوت عليه، بقى كيسكتها، ما بغاتش تسكت، خنقها بدون قصد غير باش تسكت، ولكن شويه بانت ليه انها ما بقاتش كتنفس. المهم الاقوال ديالو كانوا متناقضين. المهم في هضرته كان باين انه متناقض وباللي كيكذب، وباين انه كان كيحاول يغصبها ولكن هي ما قبلتش. داكشي علاش صفاها ليها. والدليل على ذلك ان الشرطه ملي لقاوها عريانه تماما وبدون ملابس،
الا فعلا كان غير مخاصم معها وكان طرا سوء تفاهم، علاش مثلا غادي يحيد ليها الحوايج ديالها الا كانت تماك شي حاجه، يعني كان كيحاول يتعدى عليها، وبالتالي هي رفضت، وهذا الشيء عصبو وقرر انه يتفك منها ويدير داكشي اللي باغي يديرو. راكم فاهمين. نهار 13 يناير سنه 2006 حكموا على جاك بالسجن مده 30 سنه بدون امكانيه اطلاق سراح مشروط. وصلنا لنهايه القصه ديالنا، خليتكم على خير في امان الله وحفظه. ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس، وشكرا لكم. مع السلامه.